عاجل نجم الهلال يوجه صفعة للعروض الفرنسية بقرار حاسم. مفاجأة: الهلال يناطح مانشستر سيتي للتعاقد مع موهبة نيوكاسل. عاجل الصندوق ينقل دي بروين من النصر للهلال. غضب في قلعة العالمي. عاجل نجم الهلال يوجه صفعة للعروض الفرنسية بقرار حاسم. كشف مصدر هام عن تطور بشأن أحد نجوم فريق كرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة الحالية. ويتعلق الأمر هنا بالظهير الأيمن الدولي سعود عبد الحميد، والذي ينتهي عقده في يناير من عام 2025. ووفقا لصحيفة الميدان، فإن سعود عبد الحميد وافق على تجديد عقده خلال مباحثات مع إدارة نادي الهلال. وكان سعود صاحب 24 عاما قد تلقى من قبل عروضا من أحد الأندية الفرنسية وأيضا البلجيكية لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي. مفاجأة: الهلال يناطح مانشستر سيتي للتعاقد مع موهبة نيوكاسل. فجر الإعلامي الرياضي الشهير بن جاكوبس مفاجأة مدوية بشأن رغبة نادي الهلال في التعاقد مع موهبة نادي نيوكاسل برونو جيماريش. جيماريش يمتلك في عقده مع نادي نيوكاسل الإنجليزي شرطا جزائيا بقيمة 100 مليون جنيه استرليني، وهو ما يسهل عملية رحيله عن الفريق في الصيفية. ابن جاكوبس أكد نادي مانشستر سيتي يرغب في ضم اللاعب، لكنه لم يحسم قراره حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك رغبة كبيرة لدى مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع اللاعب. وأوضح ابن جاكوبس أن نادي الهلال ناقش هذا البند، لكن جيماريش لا يرغب في ترك أوروبا الآن، حيث يريد البقاء في الملاعب الإنجليزية، لكن هذا البند قد يدفعه للخروج. عاجل الصندوق ينقل دي بروين من النصر للهلال. غضب في النصر. يستمر الحديث بشأن الانتقال المحتمل للبلجيكي كيفين دي بروين إلى أحد أندية دوري روشن لكرة القدم. وحسب شبكة CBS الأمريكية، يتصدر الهلال حاليا سباق التوقيع مع البلجيكي كيفين دي بروين خلال الصيف الحالي. المصادر تؤكد أن المملكة تريد دعم الهلال للرفع من حظوظه في الفوز ببطولة كأس العالم المقبلة. وعلى نفس الصعيد عبر جمهور النصر عن غضبه بسبب تفاصيل الصفقة، حيث يشارك النصر في سباق التوقيع مع اللاعب. وأكد جمهور النصر أن الفريق النصراوي هو أول من أبدى رغبة في التوقيع مع دي بروين. وأشار دي بروين إلى انفتاحه على الانتقال إلى صفوف دوري روشن خلال الفترة المقبلة.